13 لعيب ياخدهم الاهلي من الزمالك، ورقم 13 مفاجاه. اخواتنا الزملكاويه اللي بيقولوا ان احنا كنا بنقول على زيزو بالونه واحنا رحنا تعاقدنا معاه، انا حابب اقول لهم ان انتوا كان معاكم حق. احنا فعلا لما تابعنا زيزو طلع لعيب جامد قوي قوي قوي، فشكرا على البالونه الجامده جدا دي. ورسميا احمد سيد زيزو اهلاوي، والمره دي بجد دي صفقه القرن والضربه القاضيه، واي حاجه تانية بعدها مش هتكون ابدا زي صفقه زيزو. بعد بن شرقي وتريزيجيه وبن رمضان تختم بزيزو، فالرساله واضحه قوي لكل فرق مصر وافريقيا انك تقدر تمد ايدك في اي نادي وفي اي وقت وتاخد منه اهم وانضف وارقى لاعب عنده. انت واخد من الزمالك قلبه بتفاوض مباشر، يعني ما وديناهوش اعاره في اي حته وبعد كده رحنا تفاوضنا معاه، انت تفاوضت ومضيته وهو على ذمه الزمالك. فعزيزي الزملكاوي، لو عبد الله اللي جاي لك من بيراميدز وهو عنده 37 سنه ومشطب انت قلت عليه ان هو صفقه القرن، فانا اقول ايه على زيزو ابو 28 سنه اللي هو اهم لاعب في فرقتك اخر 3 4 سنين وبشهادتكم، اللي كان فاضل له تكه ويبقى اسطوره. لا وتكه ليه؟ انتوا كده كده عاملين زيزو اسطوره، انتوا اي حد بيعدي من قدام باب الزمالك بتعتبروه اسطوره. فالزمالك انتهى من المنافسه مع الاهلي في اي شيء، وكده كده اصلا منتهي، بس يوم بعد يوم وضربه بعد ضربه من الاهلي بتاكد الكلام ده. عبد الله السعيد بعد ما مضى لك وخد 40 مليون انا قعدت وجددت له وطلعته اعاره بعديها ب5 دقائق. فاوعى تقارن قوتك بقوتي، اوعى تقارن قدرتك الشرائيه بقدرتي، من الاخر اوعى تقارن شخصيتك بشخصيتي. الاهلي بيخوف يا جماعه والله. صحيح اخواتنا الزملكاويه زعلانين ومتضايقين قوي ليه؟ زيزو الصفقه رقم 13 اللي الاهلي ياخدها من قلب الزمالك، بدايه من رضا عبد العال في 93 لحد زيزو في 2025. فروق كده وفك عشان مش مستاهله زعله.